تم اختيار هذا السد على فكرة أهالي البلد ونستشير الذي يكون رأيه طيب، والحمد لله رب العالمين قال هنا مرة المكان تمام. نعم. لأن حاجز هذا بتستفيد منه عدة قرى، جميل، مثل حيب، الحجال، كبيات، الآبار، أفلاق، فلق بهلة، فلق متبه، فلق البدعة، زين. وحتى ممتد هذا لين حيل الأشخريين. صراحة حاجة طيبة. زين، كم طول الوادي تقريبا اللي يخدم السد؟ الذي باقي هي. والله هذا باقي تقريبا كان 5 كيلو، تقريبا انه 5 كيلو موجود. لأن هذا واحد الخنشور، الملحة، غول الحيل، فغيوة، عاد لشن، والتغادي في اللشن على وادي الصرة من ذاك الصوب. كيف اختيار الموقع هذا؟ كيف اخترتوا الموقع؟ اخترناه لأنه هذا شفنا الأنسب، هذا الأنسب وأكثر مخزون ما يبي تستوي. نتحدث عن أهمية هذا السد من خلال أيضا ما يمثله من قيمة مضافة، وخدمة أيضا المزارع، وأيضا خلينا نقول الطويان والأفلاج وأمهات الأفلاج. راح يكون أيضا سد تخزين أكيد. نعم. لما للسدود من أهمية بالغة تكمن في توفير الماء، المياه الجوفية، والتي تغذي الآبار والأفلاج. من هنا جاءت فكرة إنشاء هذا السد الخيري بقرية حجز، بتكاتف الجميع سواء من القرية ومن خارج القرية أيضا، لما لمسنا منهم من دعم سواء مادي أو معنوي. ومن المؤمل أن يخدم أو يغذي هذا السد آبار القرية والأفلاج والقرى المجاورة كقرية حيبي، كبيات، الحجال، وغيرها من القرى الممتدة على هذا الوادي، سواء امتداده أو الجوانب على جانب هذا الوادي. فإن شاء الله راح نشهد نقلة نوعية في المياه واستمرارية المياه من خلال احتباس هذا الماء في هذا السد بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا رسالتك للمجتمع سام؟ رسالة للمجتمع، طبعا ينبغي على الجميع التكاتف في مثل هذه المشاريع لما لها من أهمية في التوفير المائي، وكذلك تساعد على توطين السكان، لأن السكان إذا ما وجدوا ماء استوطنوا المكان أكثر. صحيح. وأما إذا لم يجدوا الماء اضطروا إلى الهجرة كما تعلمون هذا الأمر. ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا موجودين في مجلس العام في حجز، هذه المنطقة الجميلة. هذا منتج حجز، هذا قبل السد، ما بالك بعد السد يعني يا اخواني. نعمة الطعام بانواعه. من عاداتهم هنا، واللبن ايضا من عاداتهم هنا الاخوان جزاهم الله خير، انه كل اسره او كل بيت لازم ينزل عنده رطب. صح ولا لا سلطان؟ صحيح؟ نعم صحيح. هذا عسل بعدها من البلد، هذا العسل. وهذا دعوة ايضا للسد يا اخواني، الوقوف مع اهلنا في حجز يا اخواني، وهذا دعوة. أذكر نفسي أو أذكركم، وإحنا موجودين مع أهلنا في حجز في مجلس أبو سلطان، نتمنى لهم التوفيق. بارك الله فيك. في هذه الجلسة طبعا نلتقي بالشاعر المجنون سلطان محمد المعمري. الله يخليك. في بعض الأبيات مشهورة لك، يا ريت. لا من حزنت تصنع البسمة وعيش، العمر مرة يصنعك أو تصنعه، يزعجني من الناس راعي ليش وراعي متى هذا عجزنا نبلعه، واللي في مزوحه والسوالف ما يطيش، تقيله وترتاح نفسيا معه، الطيب الوافي ولو بيته عريش، ينصونه العالم على رحبه وسعه. سلام. طبعا هذا السدود الحل الأنسب لمواجهة الجفاف في المناطق الجبلية خاصة. ليش؟ لأن الأودية لما تدفع بسرعة تروح، بينما لما يكون موجود سد يتخزن الماء. من هذا المنطلق نطالب المجتمع بالوقوف معنا في المساهمة لإكمال هذا السد لما فيه من مصلحة جميع القرى المجاورة، حيبي والكبيات وقرية الحجال نفس الشيء، بالإضافة إلى القرى اللي وطأ أيضا حتى حي الأشخريين.
فنداءنا إلى الجميع بالمساهمة ومساعدتنا في إكمال هذا السد. كل واحد باللي يقدر له ولو كلمة طيبة. أحييكم من سد وادي حجز بوادي حيبي بولاية صحار. هذا السد الذي يقام بجهود أهلية ومجتمعية. أهلنا في هذه المنطقة حقا جزاهم الله خير. اليوم احنا معهم في زيارة وشاهدنا ووقفنا على أرض الواقع على الهمة وعلى التعاون الكبير. وجدنا جميع الأهالي موجودين. مثل هذه المشاريع هي اللي تبشر بنتائج إيجابية، واللي تعطي أيضا مؤشر إيجابي على أنه هذه المشاريع فعلا لها دور كبير. تكاتف المجتمع هذا والتعاون وحضورهم صغارا وكبارا، حتى الأطفال موجودين جايين يشوفوا وجايين يوقفوا على أرض الواقع لهذا المشروع. نشكر أهلنا في حجز ونشكر القائمين عليه ونتمنى لهم التوفيق وإلى الملتقى بإذن الله تعالى. وهذه دعوة أيضا أصحاب الأيادي البيضاء الباحثين عن الأجر والثواب. أذكر نفسي أولا وأذكركم إخواني، ما نقص مال عبد من صدقة، ما بالك عاد إذا كان هذا السد راح يروي كثير من الآبار. هذه أول مزرعة بعد السد يا إخواني، أول مزرعة بعد السد. هذه أول مزرعة اللي راح تستفيد بعد، ما شاء الله. مثل ما أفاد أبو سلطان على أنه إن شاء الله تعالى راح يكون إن شاء الله استفادة طيبة. هذه الخيرات نعم قبل السد، فما بالك بعد السد إن شاء الله. سلام محمد. أتوقع أنه يكون. كلمنا أبو محمد شوي عن. نعم تفضل أبو محمد، تفضل. فما شاء الله يعني المناطق الجبلية مخزون كبير مثل هذه المنتجات، لكن مشكلتنا الماء. نعم. وحلول الحل الوحيد للماء هو وجود السدود. فالحمد لله نتمنى من الجميع بالتكاتف، خاصة المناطق القريبة. نعم. تكاتف من اجل مساعده الناس، ان تكون تكاتف كلنا. ما وين رأت حجز هم يسووا سدهم وحنا نترك، لا، الكل نتساعد. يا سلام. مع اهل حجز، مع الناس الاخرين اللي بيقيموا كم هذا السدود. وان شاء الله بترجع الامور باذن الله بعد انشاء هذا السدود. شفنا كثير يعني نماذج واقعيه شفنا. لا الحمد لله رب العالمين. شفنا في ظهر فارس. الحمد لله رب العالمين. احنا ايضا العين في ينقل. الحمد لله رجع. وانتم ايضا حيل حبش. اي نعم، فائده كبيره. اي نعم. وعلى ضوءها الحمد لله ان شاء الله كل المناطق ان شاء الله يكون على الحذو باذن الله تعالى. ان شاء الله. احسنت. ما شاء الله شباب موجودين. يا سلام عليهم. انا اللي يعجبني انه الشباب موجودين اليوم هنا. لا ما شاء الله عليهم تكاتف كبير. أيوة. شباب وشياب ما شاء الله عليهم. وهذا مؤشر ايجابي ترى. ولو ما الدوامات مثل ما قال لك. نعم. بتلقى الناس كلها يا سلام. حضور من بدايه العمل ما شاء الله عليهم بهمه. يا سلام. ونتمنى ان هذه الهمه تستمر ان شاء الله لنهايه المشروع. اكيد يا ابو محمد. ان شاء الله باذن الله تعالى. جزاك الله خير على ايضا مرافقتنا وايضا انت جزاكم الله خير. انتم جزاكم الله خير. احنا باين اجر. جيتوا من مكان. احنا باين اجر. جزاكم الله خير. احنا جايين من ينقل انا وابو امجد باين اجر. جزاكم الله. وان شاء الله ما يغيب شيء، خاصه في مثل هذه المشاريع. ما باين شيء. وان شاء الله وباذن الله ان شاء الله بكره بيكون زياره مهندس، وايضا له الشكر والتقرير صاحبك اللي هو محمد معولي. ان شاء الله باذن الله سلامي. بكره ان شاء الله بيزور الموقع ويله يعني بامانه يعني قائم بدور كبير تسهيل الاجراءات. صحيح. خاصه معنا هنا قائم بدور له يعني شكر والتقرير بامانه يعني من الاهالي نيابه عن الاهالي. جميل باذن الله تعالى. إذن هذه هي أول مزرعة يا إخواني تستفيد من سد حجز، وادي حجز. هذه أول مزرعة أهو. أول ما يتدفق شباب بإذن الله تعالى. نعم. أول ما يتدفق الوادي إن شاء الله جماعة هنا إن شاء الله يبقى عليكم حفلة على طول.